رانيا يوسف جاية تشتغلي ايه النهاردة؟ جاية اشتغل ايه؟ جاية اشتغل مسؤولة عن المرأة والطفل والطفولة. اشمعنى اخترتي الشغلانة دي؟ علشان حاسة انه الاطفال في بلدي مظلومين قوي والستات مهدور حقهم كتير. وانا واحدة ست وام وبشوف قد ايه الست بتتعب في حياتها، فحبيت ان انا اساعدها في اي حاجة. ايه مقومات رانيا يوسف عشان تقدر تشتغل الوظيفة دي واقدر ان انا النهاردة اقول لا دي اكتر واحدة صالحة للوظيفة دي؟ اولا واحدة ست، ثانيا زوجة، ثالثا ام، رابعا امرأة عاملة بشتغل. فالمفروض ان انا ابقى باخد 10/10 في كل الوظائف دي. هنقيمك يا رانيا، ما تستعجليش، بس انا عايزة اسأل سؤال. كونك انك ام وزوجة وست طبعا، هل ده يخليك ان انت تحسي برضو بمعاناة المرأة، او هقول المرأة المصرية بالاخص؟ اه طبعا. اه طبعا انا بحس بالمرأة المصرية اللي شقيانة طول عمرها ما بين شغلها عشان تساعد في مصاريف البيت، لان انا امي برضو ست عاملة كانت بتشتغل. كانت بتيجي شقيانة من شغلها عشان تطبخ لنا وتقف وبعد كده ترجع تذاكر لنا وتشيل البيت يعني. انا شايفه ستات قد ايه محدش بيساعدهم هنا في مصر، قد ايه الرجاله طول، واحنا للاسف احنا اللي بنربي الرجاله دي. يعني احنا بنربي الرجاله غلط اصلا، ان هم طول الوقت طالعين يبقوا بيبيهات، مش عايزين يكبروا، عايزين يتجوزوا ماما، يسيبوا ماما في البيت ويتجوزوا ماما برضو. لو عندك ابن، ايه اكتر حاجة هتاخدي بالك انك انتي تربيه عليها؟ انه يساعد في شغل البيت، وانه يبقى مسؤول عن نفسه، وانه مسؤول دايما عن واحده ست. لازم يبقى دايما مسؤول عن الست اللي معاه، سواء كانت اخته كانت امه. هو ظهرها، هو راجلها، هو مش بالاسم، هو بالفعل لازم يتعلم يبقى راجل صاحب موقف. لو قلنا اكتر حاجة في شخصية رانيا يوسف ممكن تمنعها من الوظيفة دي، هتكون ايه؟ اكتر حاجة تمنعني من الوظيفة دي، المعوقات اللي في شخصية رانيا يوسف، الحاجات اللي انتي شايفاها ان انتي مش هتحسي ان هي قوية قوي ان انتي تاخدي الوظيفة. يمكن الوقت، ما عنديش الوقت الكافي ان انا ادي للوظيفة دي فول تايم، ان انا اقدر اعمل كده فول تايم. لكن هحاول اعمل كده بارت تايم، يعني زي ما هل الوظيفة دي محتاجة طولة بال وصبر؟ بتهيألي عند رانيا يوسف الحتتين ما دول؟ عنديش غيرهم. طولة بال والصبر ما عنديش غيرهم. طب ده انت كده تبقي لايقة جدا يعني على الموضوع ده. بتهيألي ان انا لايقة عن الموضوع ده، بس أنا زي ما بقولك يمكن هو الوقت اللي مش هيسعفني كتير، ان انا لو عايزة ابقى طول الوقت بخدم الست المصرية او الطفل المصري، يمكن الوقت بس. ايه اكتر مشكلة انت شايفاها ممكن تواجهيها في وظيفتك لو الوظيفة دي من نصيبك في أه تحقيق اهدافك؟ لا، المواصلات اللي هتقدر تخليني يعني عايزة هليكوبتر عشان اقدر اعمل الوظيفة دي على اكمل وجه. لاني لو ركبت العربية واتزنقت في السكة، او ركبت هحاول ان انا اتعامل كواحدة ست ما عندهاش عربية. هحاول اعيش يوم زي الست المصرية ما بتعيشه في المواصلات. احاول اشوف ايه الحاجات اللي بتتعرض لها الست من اول ما بتنزل من بيتها لغاية ما بتحط دماغها على المخدة. ده لو لحقت تحط دماغها على المخدة اصلا، واشوف ايه اللي بتتعرض له طول اليوم، يعني هحاول اعمل كده. هتقدري ازاي تحاربي اي حاجة ممكن يعني تضايق الست المصرية في حياتها اليومية؟ هتقدري ازاي تحاربي كل المعوقات اللي في حياتها؟ اولا هطالب بقانون ب... بتفعيل قانون التحرش والتحرش بالمرأة المصرية. ولازم يبقى علني، يعني لازم يبقى الحكم على مرأى ومسمع من كل البشر. ما يبقاش حكم مجرد حكم بنقراه في الجورنان انه اتحكموا على فلان عشان اتحرش بفلانة او اغتصب في طفلة. لا، ده لازم يبقى الحكم على مرأى ومسمع على تلفزيونات. الناس تشوف اللي بيتحرش بواحدة ست او اللي بيغتصب طفل عندها 5 سنين و12 سنة هيحصل فيه ايه، عشان يبقى رادع لكل واحد نفسه تتهيأ له انه ممكن يعمل كده في واحدة ست او في طفلة او في طفل. نمبر 2، هحاول اعمل مواصلات خاصة للستات. يعني انا كان عندي مشروع في دماغي، بقاله 5 6 سنين، ان انا اعمل مواصلات خاصة للستات. اتوبيسات يبقى لونها بينك،
بامبي بامبي. بامبي بامبي، والسواقة، والست تبقى هي السواقة، ويبقى في 2 بادي جارد قاعدين جنب السواق ستات معهم سلاح ومرخصين، وهم اللي بيتابعوا حركة المواصلات علشان الستات ما تتبهدلش في المواصلات، لأنه دي من الحاجات اللي بتهدر آدمية المرأة، هي المواصلات الحقيقة في بلدنا. بعد 5 سنين من وظيفتك كمسؤولة عن المرأة والطفل أو حقوق المرأة والطفل، شايفة نفسك أو شايفة رانيا يوسف توصل لإيه؟ نقول إن أنتي ممكن هتخلي المرأة المصرية في أحسن حالاتها في إن هي تكون أحسن سيدة في العالم بتتمتع بحقوقها. بصي، انا في رأيي الست الحقيقية عشان تبقى ست فعلا لازم تبقى متكرمة في بيتها. يعني عشان نقدر نقول ان الست دي ست مش مهانة في الحياة، لازم تبقى متكرمة في بيتها وبره بيتها. في بيتها لازم جوزها يساعدها، لازم ولادها يساعدوها، الحمل ما يبقاش عليها طول الوقت هي لوحدها، هي اللي بتطبخ وهي اللي بتنظف وهي اللي بتذاكر وهي اللي بتربي، والاخ الراجل طول النهار بره ملوش دعوة. لا، مفيش حاجة اسمها كده. لازم. يعني هنقول إن رانيا هتاخد حق كل ست في مصر من الرجالة. اه هنحاول ناخد حقنا. احنا ربنا قايل علينا في القرآن استوصوا بالنساء، وفي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قالك أمك ثم أمك ثم أمك 3 مرات. يعني الست، يعني الأم، يعني الزوجة، يعني الأخت، يعني الابنة. يا جماعة يعني احنا مفيش، احنا مش بنسمع، احنا بنردد الكلام لكن ما بنفعلوش. تعالوا نراعي ربنا شوية في الستات، هتلاقي المجتمع اتظبط حاله كتير. طيب في آخر الحديث ده أنت عايزة تقولي حاجة أو عايزاني أسألك سؤال ما سألتهولكيش؟ أه لا، ما تهيأليش. لا. انا نفسي مثلا اقول مثلا سؤال انه ليه الست ما تشتغلش كل حاجة وما تبقاش عيبة يعني ليه الست ما تشتغلش كل حاجة وما تبقاش عايبة؟ لا، المفروض انها تشتغل كل حاجة. يعني انا كان في حلقة الاستاذة اسعاد يونس في صاحبة السعادة، كانت جايبة ست سباكة وست سواقة. احنا المفروض ان احنا نشتغل كل حاجة، مش عيب. أكتر من كده يا رانيا، طب وهنسيب إيه للرجال؟ ما يشتغل والله. احنا مش مفروض الرجاله وستات، احنا المفروض الكفء فينا هو اللي يشتغل، بغض النظر عن ست او راجل. مين الاكفأ؟ ما هو الراجل لما يلاقيكي ان انتي بتعملي كل حاجة، هو بعد كده يعني هيبقى مرتاح، مش هيضطر ان هو ينزل يشتغل بعد كده. إنه ينزل يشتغل ويحاول ينافسني في الكفاءة، والكفء فينا يشتغل. يعني مش شرط سواء كان راجل او ست، الاكفأ مننا هو اللي يشتغل. وبعدين مش عيب. وبعدين يعني احنا 95 مليون، يا ريت بس 5 مليون ست تشتغل شغلانات الرجاله. لكن دلوقتي احنا بنشتغل شغلانات رجاله، والستات والرجاله قاعده في بيوتها. فده مش صح. يعني المفروض ان هو المنافسه تبقى على الاكفأ مننا هو اللي يشتغل. متشكرة جدا ليكي يا رانيا، وهنشوف اذا كانت الوظيفة دي تبقى من نصيبك ولا لأ، وهنراجع السي في بتاعتك. ميرسي قوي يا رانيا، ورمضان كريم. الله اكرم، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب يكون ال7 وصايا عجبكم في رمضان ده. اكيد عجبنا جدا. ميرسي، كل سنه وانتم طيبين.